أنا شيماء حسان، فأهلا بيكم لو أول مرة تشوفوني، وأهلا بيكم كمان مرة في فلوج جديد، فلوج يوم عشوائي من حياتي. وعلشان مطولش عليكم أكتر فيلا بينا نبدأ الفلوج. كل بنوتة مش بتلاقي لباس صلاة على مقاسها، أوقات بنعاني من الموضوع ده جدا، بنبقى محتاجين حاجة سريعة. فأنا عندي الجيبة دي والخمار ده ركبتهم على بعض وعملتهم لباس صلاة، لأنه مش بلاقي لباس صلاة بيكون على مقاسي. فبصراحة الموضوع مريح نفسيا وحلو قوي، لأنه في الشتاء بالذات لما نكون لابسين بيجامة وبنلبس عليها إسدال بنبقى شبه الباندا وتقريبا ما بتبقاش مظبوطة. هنا كان أذن العصر فصليته. أعتقد كفاية أصوات مزعجة، قررت إن أنا أسجل لكم فويس عشان ما أوتركوش زيادة. فبكل بساطة المفروض إن أنا كان معايا توضيب للبيت، فعيشتكم في فقرة أنا ما عملتش غيرها بصراحة، إنه غيرت الملاية بتاعة السرير ده وبس. طالما وضبت السرير فميت فل 14، مش مهم أي حاجة تانية. ده لأني كسلانة بصراحة النهاردة، ولأني كنت مشغولة شوية. كان عندي اوردر مطلوب بقاله كام يوم ومأجلة، لأني كنت تعبانة واخدة دور برد مش قادرة أشتغل. وده اليوم اللي حسيت إنه الحمد لله الحالة الصحية إلى حد ما اتحسنت، فقررت إنه خلاص كفاية بقى، بلاش مماطلة. فعندي شغل كتير بصراحة، ولكن قررت إني أقفل الأوردر ده بس دلوقتي، وبعد كده أبقى أكمل حاجة حاجة على قدي، لأني مش قادرة أضغط نفسي زيادة. لو اتكلمنا عن الصحة النفسية والصحة الجسدية بصراحة الفترة دي في ذمة الله، فالحمد لله على كل حال. ادعولي ربنا يقدرني وأشتغل وحالتي الجسدية وحالتي النفسية يتحسنوا، لأنه بجد معايا كم مهام محتاج يخلص كبير قوي. هو مش عارفة هي المهام اللي كتيرة ولا أنا اللي بضغط نفسي، بصراحة مش عارفة. في جميع الحالات الله المستعان، حاسة بفرهدة رهيبة. خير خير، المهم عشان ما نبقاش بنعاني كتير في الحلقة دي أو في الفيديو ده، فخليني أقول لكم إن أنا هنا كنت بعد ما خدت المقاسات بدأت إني أقصها واستعدوا للفقرة الجاية عشان هتكون شوية مزعجة، لأني أنا هحط لكم الصوت في المونتاج، ولكن حابة إني أشارككم
معاناتي وأنا قاعدة على المكنة. هنا كنت بجهزها وبدأت فقرة المعاناة. بعتذر عن الفقرة اللي عدت. وبما انه النهاردة الاثنين وانا كنت صايمة، فالمغرب أذن، دلوقتي قررت اني افطر. انا مش من الشخصيات اللي بتحضر وليمة وقت الفطار. بالنسبة لي بلحة، كوباية عصير، انا كده 100 فل 14. رسالتي من الفيديو ده انه الحياة مش للمثالية، اوقات بنعيشها بعشوائية، فهونوا على نفسكم وبلاش تجلدوا ذاتكم. الحياة عمرها ما بتمشي على خط مستقيم، هي حياة فيها الاستمرارية وفيها العقبات، فلا تيأسوا.